صباح الفل. انا كنت عايز اتكلم في نقطة مهمة قوي، الا وهي نقطة علاقة العميل اللي بيشتري خدمة من اي حد بيقدم خدمة. يعني انا بالنسبة لي الدكتور لما بيجي يعمل عملية ده خدمة. فعلاقة المريض بيه او علاقة العميل بيه ان هو بيسيب المريض نفسه بيسيب نفسه للدكتور ان هو يعمل العملية وبل بالعكس، المفروض ان الدكتور بيدي حقنة بنج عشان يعرف يشتغل، عشان يعرف يشتغل مع المريض. وحد قبل كده شاف ان في مريض بيبقى صاحي وبيتكلم وبيتناقش وبيقول للدكتور بلاش المشرط ده، بلاش ده، بلاش ده، بلاش ده؟ حد شاف ده قبل كده؟ مستحيل طبعا. عشان كده يعني الحمد لله بنسبة 90% من العمليات بتنجح يعني. نفس الفكرة عندنا في مجالنا. أنا مع نقطة إن العميل يتناقش في كل التفاصيل الخاصة بشغله قبل مرحلة التنفيذ. يعني حضرتك احنا بنواجه حاجات غريبة جدا. حضرتك المفروض كعميل في عندك مرحلة التصميم بتاخد من شهر لشهرين، تمام؟ عشان نخلص لك مرحلة التصميم بالكامل ونعمل لك حاجة كاستمايز لحضرتك، وبنسألك عن كل التفاصيل اللي تتخيلها واللي لا تتخيلها عشان نعمل تصميم مناسب لحضرتك. يبقى إذا بعد ما نخلص وقت التصميم وخلاص احنا سألناك على كل التفاصيل في حياتك وعملنا لك التصميم، سيبنا بقى ننفذ. يعني سيبنا ننفذ. اكيد لازم أن تبقى انت عشان الفتره طويله في الشغل بتاعنا عن موضوع الدكتور مثلا. عشان لو حد قارن، احنا فترتنا كبيره، احنا بنشطب مثلا من اول 3 شهور فما فوق كمده زمنيه ننهي فيها الاعمال. فطبعا تختلف عن موضوع الدكتور والمريض، تمام؟ بس احنا يعني نبقى متفقين على نقاط محدده. بمعنى احنا كل مرحله تيجي تستلم شغلك، ولو شغلك تمام تكمل المرحله اللي بعدها، شغلك مش تمام ما بتكملش المرحله اللي بعدها، تمام؟ فيبقى احنا نسيب بعض ان احنا نخلص الشغل، وبعد اخر مرحله كل مرحله حضرتك تيجي تستلم شغلك. طيب ليه بقى الناس، يعني انا عندي فعلا استغراب من الناس فعلا وعقلياتهم، وللاسف محدش بيبقى بيعترف بخطأه يعني. يعني يتدخل في كل تفاصيل الشغل المملة. طب انت جايبني ليه؟ يعني انت جايب شركة هندسية وجايب حد يشطب لك شقتك ليه؟ ليه جايب حد يشطب لك شقتك لما انت تتدخل في كل التفاصيل الهندسية وقت التنفيذ؟ طب ما من الاولى بقى كنت وفرت فلوسك ورحت عملتها، تمام؟ عايز تتشيك على شغلك، تشيك كل حاجة في وقتها، انما ما تتدخلش في امور التنفيذ الا برضه في وقته، تمام؟ انت حضرتك مش مؤهل انك تناقشني اصلا في امور تنفيذ، مش مؤهل. وبالتالي حاجه من حاجتين: يا اما هتقتنع برايك وهيبقى غلط لان دي مش حاجه مش بتاعتك، تمام؟ يا اما هتعطلني زياده عن اللزوم، والشغل برضه هيتاثر بالتفاصيل بمناقشاتك وبالضغطك النفسي على الناس كتيم عمل شغال. فانا بتكلم من واقع العمل. طبعا انا بالنسبه لي انا ليا امور خاصه في الامور دي وتعامل خاص في الامور دي، ولكن انا يعني استفسار حبيت ان انا اسمع اراء الناس. يعني هل انا مخطئ في الموضوع ده ام صح؟ انا عايز الناس تجاوبني والناس تتجاوب معايا وتقول لي هل من الصح العميل يتدخل في تفاصيل الشغل في اي وقت وفي اي مكان؟ يعني اللي مع الكلام ده يقول لي ماشي، اللي مش مع الكلام ده يقول لي برضو تمام. انا طبعا اتدخل بس في الوقت المناسب لكل مرحله. بس فكان ده استفساري، وده الحاجه اللي انا كنت محتاج اسمع اراء الناس فيها يعني. فهستنى ارائكم في الكومنتات، وصباحكم زي الفل.